السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات وصحاب؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. ان شاء الله بقى النهاردة كده زي ما انتوا شايفين هنرمي الكسل ورا ظهرنا، ونقوم بقى نعمل حاجة حلوة كده لولادنا. لزوم الدفى علشان البرد طبعا زي ما انتوا عارفين، كل ما بنحس ببرد بندور على حاجة نشربها ناكلها. عارفين انتوا بقى ان السقعة دي بتحب الاكل الكتير. فانا قمت كده بقى قعدت كده ادور في التلاجة على حاجة مفيدة اعملها لولادي. قمت لاقيه بقى شويه مكسرات، وانا عندي السمنه وعندي السكر. فقلت خلاص كده انا هبعت اجيب نص كيلو كنافه ومش غاليه خالص، واعمل بيها حاجه كده حلوه لولادنا ياكلوها وهم كده قاعدين تحت البطاطين وبيتدفوا كده من البرد. رحت جايبه نص كيلو الكنافه اللي انتوا شايفينه ده اهو، ورحت عاملاه بقى بشوية المكسرات اللي لقيتهم في التلاجة، وطلعت أحلى صينية كنافة زي ما انتوا شايفين شكلها تحفة ازاي، ولونها ذهبي وجميل جدا اهو. وما كلفتنيش حاجة خالص، ما كلفتنيش غير 5 جنيه تمن نص كيلو الكنافة بس. تعالوا بقى اقول لكم عملناها ازاي الكنافة الجميلة دي. بصوا بقى انا هقطعها لكم بالسكينة اهو، وهوريكم شكلها وهي طرية وتحفة يا جماعة بجد. طرية وجميلة لان انا ولادي بيحبوا الكنافة الطرية قوي، بيحبوها طرية كده وهم بياكلوها، ما بيحبوهاش تقرمش يعني. اهو زي ما انتم شايفين بحاول اقطع لكم بالسكينة الحاجب اهو عشان اوريكم شكله جميل ازاي وطالع سليم اهو. هقول لكم بقى على السر اللي بيخلي قطعة الكنافة كده تطلع سليمة جدا. بصوا كأنكم بتقطعوا تورتاية، بتقطعوا حاجة كده جميلة جميلة والله يا جماعة. ما اقولكوش كان طعمها تحفة بجد. والشربات اهو شايفينه خفيف لان انا عاوزة الكنافة طرية. اللي بيحب الكنافة بقى تبقى طرية لازم يخفف الشربات. هتلاقوا بقى فيديو كامل عن طريقة عمل الشربات للحلويات كلها. دوروا كده في القناة بتاعتي هتلاقوا فيديو بس لطريقة عمل الشربات لجميع أنواع الحلويات. يا ريت بقى واحنا كده بنتسلى وبنتفرج مع بعض، اللي أول مرة يشوفني يحط لي اللايك الجميل، واللي لسه بقى أول مرة يفتح قناتي كده بالصدفة يشترك ويفعل الجرس علشان يجيله أي إشعار مني إن أنا نزلت حاجة جديدة. يلا بقى نشوف طريقة الكنافة دي اتعملت ازاي. اهو قدامكم بقى نص كيلو الكنافة اهو، هي لسه طازة فطرية جدا. يعني انا بقى دايما بحب اجيب الكنافة دي واشيلها في الفريزر. لو جبنا الكنافة وشلناها في الفريزر هتبقى اسهل بكتير، وبرضه هتديكي نتيجة جميلة جدا، لانها بتشد في الفريزر فبتفركيها فرك بتنزل معاكي سهلة جدا. برضو هتلاقوا طريقة عمل كنافة أنا عملتها قبل كده على قناتي. بس عملتها بالقشطة تقريبا، وكان عندي الكنافة في الفريزر فكنت بفرقها فرق كده، كانت أسهل بكتير من إن أنا أقطعها قدامكم. مسكت بقى نص كيلو الكنافة ده زي ما انتم شايفين، قعدت بقى اقطع فيه كده، علشان لازم نقطعها كده على طول، نقطعها من بعض عشان لما تيجي تقطعي الحاجب يطلع سليم في ايديكي، ما يطلعش يشد منك كده. انا يعني يبقى مفرفت كده ويشد معاكي لما تقطعيها القطع صغيرة، هيديكي نتيجة اجمل بكتير من انك تسيبيها كده. في ناس بتعملها زي ما هي كده سليمة من غير ما تتقطع. بس انا جربي الوصفة اللي انا بقولك عليها دي، والله هتعجبك جدا وهتسهل عليكي. لما تيجي تقطع الحاجب هيطلع معاكي بكل سهولة، مش هيشد منك الكنافة، تبقى زي الخيوط كده وما تعرفيش تسلكي الحاجب يبقى سليم يعني. خلاص كده ده بقى السمن بتاعنا. يعني انا بستعمل سمنة كريستال جميلة جدا، وكمان عندي زبدة بلدي فاخدت قطعتين زبدة واخدت معلقتين كبار سمنة. يا ريت نكتر في السمنة شوية علشان تاخدي نتيجة حلوة للكنافة بالذات بتحب السمنة كتير. فكتري بقى في السمنة عشان تديكي نتيجة جميلة جدا. يعني انا النص كيلو ده اخد معايا معلقتين كبار يا جماعة، مش معلقة الرز، لا المعلقة اللي اكبر من الرز، المعلقة الكبيرة. يعني ممكن نقول كده ملي مج كده شاي من اللي بنشرب بيه الشاي او النسكافيه.
يبقى مليان كده سمنة، او الكوباية بتاعة العصير نملاها سمنة، علشان الكنافة بتحب تتشبع بالسمنة وتديكي طعم جميل جدا. اخدت بقى نص الكنافة كده ورحت حط عليها نص كمية السمنة، وبدأت بقى إيه ألف فيها كده لحد ما كلها شربت السمنة زي ما انتم شايفين الشكل معاكم. خلاص يبقى أنا حطيت كمية نص السمنة، وكمان اهو شوية المكسرات اللي بقول لكم عليهم بقى اللي لقيتهم في التلاجة، ده زبيب وجوز هند. عندك بقى شوية فلفل فول سوداني، ماشي يبقى تمام. اجرشيهم في الكبة او دقيهم كده في بيد الهون يعني، كسريهم كده قطع صغيرة وحطيهم كمان. عندك بقى اي حاجة، اي مكسرات عندك في البيت يعني. بصي ما توقفيش نفسك على اي حاجة. ما عندكيش مكسرات اعمليها كده فاضية، رش شوية سكر بودرة كده في النص، والله هتطلع جميلة جدا برضو. يعني مش عشان انت ما عندكيش حاجة خلاص يبقى الوصفة كلها مش هتطلع حلوة، لا بالعكس. مادام النية لله صافية كده انك تعملي حاجة تفرحي بيها اولادك هتطلع طعمها تحفة. وانت بقى كشغالة كده خلي بقى سرك كده كله بذكر الله، استغفري، هتلاقي الحاجة طلعت معاكي زي الفل، غير ما كنت تتوقعيها خالص. يعني انا والله لما بدأت كده ما كنتش متخيلة انها هتطلع جميلة جدا وطرية كده وبالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. خلاص بقى هنبدأ بقى نعمل ايه. خلاص كده هنبدأ نرش الكمية التانية اهو. حطينا بقى نص الكنافة التانية وقعدنا نضغط عليها جامد يا جماعة، عايزاكم تضغطوا جامد جدا على الصينية بعد ما تخلص. يعني كمان يا ريت لو عندك صينية أصغر من الصينية اللي انت حاطة فيها دي، حطيها فوقيها كده واضغطي جامد، بحيث الكنافة كلها تضغط في بعض، علشان لما تيجي تقطعيها تتقطع معاكي بكل سهولة ويطلع لك الحاجب جميل. بس خلاص انا بقول لكم كده خلصت خلاص. انا مسخنة الفرن على 180 درجة، وهسيبها ربع ساعة بالظبط في الفرن. بصوا بقى الشكل طلع جميل ازاي، شايفين؟ والله انا ما كنتش متوقعة انها هتطلع بالشكل الجميل ده. تحفة يا جماعة، تحفة. والله كان طعمها جميل جدا، ما اقولكوش على الطعم الجميل اللي كان فيها. كمان الشربات ده بقى انا عاملاه خفيف، علشان انا ولادي بيحبوا الكنافة طرية، مش بيحبوها بتقرمش يعني. يقولوا لي لا يا ماما خليها طرية خالص، احنا بنحبها بتبقى كده طرية. فاللي عاوز النتيجة تبقى الكنافة طرية معاه يخلي الشربات خفيف. يعني ما يخلي مثلا لو هنعمل كوبايتين سكر هنحط عليهم 3 كوبايات مية، هنسيبهم على النار 10 دقايق على النار كده يغلوا مع بعض 10 دقايق، وبعد كده نعصر الليمونة ونسيبهم 5 دقايق كمان بس كده، وبتطفي النار. ومعاكي بقى باكوين فانيليا كده بتفضيهم عليها وبتسيبيها بقى تبرد. يعني انا الكنافة دي سبتها بردت وكان الشربات سخن. لو عايزاها طرية حلوة كده اوعي تحطي الاتنين سخنين، هتبص تلاقيها عجنت منك. لكن لما تبقى حاجة باردة وحاجة سخنة هتديكي نتيجة جميلة جدا، لا هي ناشفة ولا هي معجنة قوي. هوريكم بقى وانا بقطعها جميلة ازاي. بصوا بقى اهو، شايفين طلع الحاجب زي ما هو. بصوا انا بقطع، انا حبيت بس اوريكم قطعة منها علشان اوريكم الطراوة اللي في الكنافة. يعني هي بصوا طرية معايا، او عارفين بقى دي لو ناشفة كانت فرفتت مني وما كنتش عرفت اطلعها كده حاجب على بعضيه. بحاول بقى كده اسلك الحاجب من بعضيه اهو، بقطعها بتتقطع كده علشان اطلع لكم الحاجب سليم اهو. بصوا بقى، بصوا السحبة دي جميلة جدا، والمكسرات باينة فيها اهي، الزبيب باين في قلبها والشربات لسه بينقط اهو عشان هي ما شربتش كويس. هسيبها كمان، كل ما تقعد هتشرب الشربات كله وهتبقى كنافة جميلة جدا. لو عجبكم بقى الفيديو ده حطولي بقى لايك جميل، ما تنسوش اللايك الجميل يا جماعة عشان يصلكم كل جديد في قناتي، وشجعوني علشان اعمل لكم حاجات جديدة دايما، وتشوفوا كل حاجة في قناتي. يا رب تعجبكم يا رب. ما تنسوش اللايك، ولو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس
ودوسي على كلمة الكل علشان يظهر لك أي حاجة جديدة أنا هنزلها بإذن الله. أسيبكم بقى في رعاية الله وأروح أكل الكنافة الجميلة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.